هذه تراتيل هذا الصباح بصوت زميلنا حكيم إجدلان اللي في كل مرة ممكن يختار لنا نقولوا مقطوعات شعرية يقراها بصوته وبطريقته الخاصة، واليوم يحضر معنا في هذا الصباح أيضا من يبدع في كتاباته ولما لا في ترتيلاته أيضا، هو أنيس بن طيب اللي حضر معنا في هذا الصباح. نقول صباح الخير. صباح الخير يوسف، سعيد أن نتواجد وإياكم في هذه الصبيحة، صباح الكلمة الطيبة وصباح القراءة. وصباحك أسعد إن شاء الله كما راك معنا اليوم في هذا الصباح الطيب، إن شاء الله يكون صباح مبارك بالنسبة لك ولكل المشاهدين اللي يشاهدونا. أكيد الحديث ممكن معك راح يكون شيق اليوم، راح يكون في جانب الأدبي، جانب الإبداع الأدبي ديالك، الكتابة، الكلمة، أيضا في كل ما يتعلق بكتاباتك. لو قلنا أنيس غني عن كل تعريف بالنسبه لي، ممكن المدارين يقراوا كتاباتك، المدارين يتلاقوا مع كتب تاع انيس، المدارين ايضا يشاهدوا برنامج صباح الخير، يشاهدوا التلفزيون الجزائري، لانه اطلالاتك ممكن من هنا وهناك تكون عبر برامج التلفزيون الجزائري. لو قلنا انيس للجمهور اللي ما يعرفوش شو نقدر نقول عليه؟ أنيس بن طيب شاب جزائري من مواليد 24 جانفي 1995 من بلدية مكودة بأعالي جبال جورجا بتيزي وزو، طالب سنة ثانية كلية الأدب العربي بجامعة مولود معمري، مؤلف شاب، عندي 4 مؤلفات إلى حد الآن في مسيرتي الأدبية ربما القصيرة. هدفي دائما هي أن أكون ربما أحسن خلف لأحسن سلف لأمثال كتاب كبار معروفين في الساحة الأدبية العالمية. اليوم ربما هي مسؤولية دائما تقدم على عاتقي كي أشرف دائما القلم الجزائري وكي أكون عند حسن ظن كل من يقرأ كتب أنيس بن طيب. ان شاء الله، واكيد انه هذا نلمسه من خلال ابداعاتك الادبيه العديده. لو رحنا لها واحد بواحد ونرجعوا بك لسنه 2011، شو نقدروا نقولوا؟ 2011 كانت هي الخطوة، يعني الخطوة الأولى في مسيرة الألف ميل، الخطوة الأولى في كتاب مقتطفات من تاريخ بلاد الأمازيغ، كتاب ربما يلخص تاريخ الجزائر بدءا من الأصل الأمازيغ إلى غاية خروج فرنسا من الجزائر 1962. الكتاب له ميزة خاصة وله ربما ذوق خاص لدى أي كاتب، ما دام هو كتابك الأول، أي هو يمكن نقول نشبهه كمولودك الأول، مولود عند الأم عند وزء الحنان. كتاب مقتطفات من تاريخ الأمازيغ ربما قدم لي الكثير لأنيس بن طيب، وما كان سبب من أجل أنني تعرفت على تاريخ الجزائر، لأن حينما تبحث في تاريخ الجزائر ليس لا يمكن نقارنه حينما تقرأ لكتاب، لأن أنك حينما تطالع أو حينما تبحث خاصة في مرحلة البحث ستكون مجبر لقراءة كتب سواء لمؤرخين فرنسيين أو مؤرخين جزائريين أو مؤرخين على المستوى العربي، تنظر إلى رؤية هؤلاء المؤرخين للجزائر. اليوم ربما الآن أعتز وأفتخر أن أصلي جزائري، وأنا أصلي من بلد 1.5 مليون عفوا أقول الشهيد، ومن خلال برنامج ربما نترحم على كل الذين ماتوا وقدموا أرواحهم من أجل نعيش اليوم أنا وإياك في عز وكرامة. الجزائر اليوم ربما حينما تطالع لتاريخ الجزائر ربما نستشعر تلك المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا اليوم، من أجل ربما نكون عند حسن ظن شهداء نوفمبر، ونكون عند حسن ظن المجاهدين الذين ربما ما زالوا الآن على قيد الحياة وربي يطول في عمرهم، لأنهم فعلا أقول يا يوسف مكتبات حية لتاريخ الجزائر. لأنك حينما تقرأ كتاب 200 صفحة لا يمكن لك أن تفهم تاريخ الجزائر أو تعيش تلك اللحظات. ربما التاريخ هو فيلم، ربما هي محطات ومسيرة كبيرة في تاريخ الجزائر. إذا كتاب مقتطفات من تاريخ بلاد الأمازيغ، هذا الكتاب ربما هو مولودي الأول، وبه اقتحمت إلى عالم التأليف. بالنسبة لي هذا الاختيار كان اختيار تاريخي كأول محطة وأول نعم. لبنة ممكن حطيتها في بناء هذا المشوار الأدبي بالنسبة لأنيس. نقولوا أنه 2011 14 سنة في السن هكذا، 2011 يعني تقريبا 16 وفي مدخل 17 سنة 16 سنة يعني 16 نقولوا 16 سنة في 2011 16 سنة. نقولوا عليك كنت يعني شاب صغير، مازالك شاب الله يبارك عليك. شكرا ربي يخليك. نقولوا انه اختيارك لمحور التاريخ، لانه محور التاريخ كاين بزاف بالك من الادباء اللي لو تقول لك في التاريخ يقول لك التاريخ مسؤوليه، تاريخ يعني صعب جدا اني نروح ونكتب في التاريخ. يعني انت كشاب شكون اول واحد ممكن اعطاك الفكره انك تكتب في التاريخ، او كان اختيارك انت؟ طيب الفكره كيفاش جات اصلا؟ الفكره لو كنا نعود الى 2011 ربما الفكره جات كي كنت نقرا السنه الثالثه متوسط في اكماليه احمد شفاي بمكوده. الفكره كيفاش جات؟
أنا قضيت 4 سنوات أو 3 سنوات يعني نقضي 4 سنوات في إكمالية أحمد شافعي. بغيت نخلي البصمة تاعي، يعني شيء يذكر بأنيس بن طيب أنه فات في هذه الإكمالية. أفكار عديدة في كتابة المسرح، مسرحية، معارض، المهم. وفي الأخير قررت أن أكتب. لماذا أن أكتب يا يوسف؟ لأن الكتابة شيء مقدس، والكتابة لا تموت. حينما تكتب منتوج أنيس بن طيب هذا الكتاب سيعيش لأزمنة، ربما نموت وما زال الكتاب يكون شاهد عيان على أنيس بن طيب. الفكرة التاريخ كما قلت شيء صعب وشيء ليس بسهل، شيء ربما يعتمد على الدقة، على التركيز، على البحث أيضا، على اختيار المراجع الحسنة، المراجع التي فعلا تعتمد عليها لكتابة التاريخ. ربما الآن نعطيك مثلا إشكالية التي تطرح. ربما خلال في فترة ربما بحثي تلقى مثلا 4 مجاهدين مازالوا مقاعد الحياة، ربي يطول في عمر الجميع مجاهدين ومجاهداتنا، ربما عاشوا نفس الحادث ولكن رواياتهم تختلف، يعني كل واحد واسمه. وأنت مثلا شاب 17 سنة، أنت مجبر أن تختار ربما الأكثر صدقا والأكثر ربما تمشيا مع مبادئ نوفمبر. فهمت كيف؟ إذا التاريخ صعب، ولكن الحمد لله. لماذا؟ لأنه ربما كنت مؤطر من طرف الأستاذة والتي أحييها عبر برنامج الدكتورة جارية كشيل، أستاذة مادة التاريخ الحديث بجامعة الجزائر. كان فعلا هي أطرتني، ربما أعطتني الطريقة الأكاديمية لكتابة التاريخ، ربما كيف تبحث، كيف تلخص، كيف تقدم إنتاج أدبي. والحمد لله مادام فيها أستاذة جامعية مؤطرة وفيها أستاذة أدب عربي، يعني أطرتني في مجال اللغة وفي مجال ربما الكتابة. نعم، يعني ربما مجهودي ليس مجهود أنيس بن طيب وحده، ولكن هو مجهود فريق، دون أن ننسى ربما دعم الأصدقاء، دعم الوالدين عبد الكيف. هذا كان ممكن بالنسبة لأول محطة في كتابتك الأدبية اللي كانت تاريخية. من بين أيضا كتابتك أو بعد هذه المحطة التاريخية كان تغيير المشوار إلى محطة أخرى وإلى نمط آخر ممكن دائما يصف في إطار الأدب، لكن